السلام عليكم. يحكى أن هشام بن عبد الملك قدم حاجا إلى بيت الله الحرام، فلما وصل إلى الحرم قال: آتوني برجل من الصحابة. فقيل له: لقد تفانوا يا أمير المؤمنين، أي ماتوا. قال: إذن من التابعين. فأتوه بطاووس بن كيسان رضي الله عنه، فلما دخل عليه خلع عليه بحاشية بساطه، ولم يسلم عليه بإمرة المؤمنين، ولم يكنه، وجلس إلى جانبه بغير إذنه، وقال: كيف حالك يا هشام؟ فغضب هشام غضبا شديد حتى هم به، أي أراد. فقال له أحد مستشاريه: يا أمير المؤمنين، أنت في حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون ذلك منك. فنظر إلى طاووس بغضب وقال: يا طاووس، ما حملك على ما صنعت؟ فقال طاووس: وماذا صنعت؟ قال: خلعت عليك بحاشية بساطي، ولم تسلم علي بإمرة المؤمنين، ولم تكنني، وجلست بإزائي من غير إذني، وقلت: كيف حالك يا هشام؟ فقال طاووس: أما خلع نعلي بحاشية بساطك فإني أخلعها بين يدي رب العزة كل يوم 5 مرات، فلا يعاتبني ولا يغضب علي. وأما قولك لم تسمني بإمرة المؤمنين، فليس كل المؤمنين راضين بإمرتك، فخفت أن أكون كاذبا. وأما قولك لم تكنني، فإن الله قد سمى أنبياءه فقال: يا يحيى، يا عيسى، يا داود، وكن أعداءه فقال: تبت يدا أبي لهب وتب. وأما قولك جلست بإزائي بغير إذني، فقد سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إذا أردت أن تنظر إلى رجل من أهل النار فانظر إلى رجل جالس والناس حوله قيام. فلما سمع هشام هذا الكلام طأطأ رأسه وقال: عظني يا طاووس. فقال طاووس: إني سمعت أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يقول: إن في جهنم حيات وعقارب كالبغال تلدغ كل أمير لا يعدل في رعيته. وقام وانصرف. ربي يهدينا ويعلمنا. قبل ما تبارطاجيو الفيديو هذا خموا فيه مليح مليح. السلام عليكم.